اهلا بيكم في كورس ال 3D Product Visualization. انا محمود بكر وهكون الانستراكتور معاكم طول الكورس. خليني اولا اديكم نبذه عن نفسي. انا بشتغل 3D Motion Graphic Artist، عندي في المجال ده خبره بتصل الى 9 سنين. بشتغل في اغلب المجالات بتاعت 3D، البرودكت فيجواليزيشن، جرافيك ديزاين، كاركتر ديزاين اند ريجنج، 3D موشن جرافيك، 2D موشن جرافيك. حاليا عملت اكتر من 900 مشروع، وطبعا ده رقم ممكن يكون مبالغ فيه، بس ده اجمالي الشغل معايا في 2D وال 3D جرافيك موشن جرافيك. تمام. حاليا دلوقتي انا شغال في البرودكت فيجواليزيشن والكاركتر ديزاين اند ريجنج. طيب الكورس ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن 3D Product Visualization، هيطلعك في الاخر Product Visualizer. الكورس ده هيخليك تقدر تعمل العبوات او البرودكتس نفسها، تقدر تعمل لها موديلنج، تعمل لها الماتيريال بتاعتها، وتقدر تحطها في سينز بحيث تخرجها اخراج نهائي تقدر تبعتها للعميل بشكل يليق بالاوتبوت اللي انت بتطلعه. نتائج ممتازة، نتائج تأثير العين، نتائج تشرفك بجد. طيب ازاي؟ اولا هو هيختصر عليك شهور كتير في تعلم مجال ال 3D، هيختصر كمان كورسات كان ممكن تاخدها وتضيع وقت فيها، كورسات هتشتتك في كذا حاجة وفي النهاية مش هتلاقي اللي انت عايزه. الكورس ده هيديك الزتونة في حاجة متخصصة فقط، وهي ال 3D Product Visualization. الكورس ده هيعلمك ال 3D حتى لو انت مبتدئ from zero. يعني ايه from zero؟ يعني الكورس ده هيبدأ بشقين. يعني ايه شقين؟ يعني شق بيتكلم عن introduction للبلندر، والشق التاني بيتكلم عن البروجكت اللي هنعملها. الانترودكشن عن البلندر لأي واحد داخل كورس مش عارف يعني ايه 3D، هيبدأ يعرفك يعني ايه 3D، يعني ايه برنامج بلندر، هتقدر تفتح البرنامج، تقدر تعمل نافيجيشن فيه، تعرف يعني ايه اللي اوت بتاعته، ازاي تستخدم اللي اوت، ازاي تقدر تروح يمين وشمال في البرنامج من غير ما تتوه. بعد كده هندخل واحدة واحدة على الموديلنج، ازاي تعمل موديلنج لأي اوبجكت، ازاي تعمل ايديتنج للموديل نفسه، بتستخدم الادوات بتاعت بلندر نفسها ان انت تقدر تشكل الموديل زي ما انت عايز. كذلك هنقدر بعد كده نعرف يعني ايه ماتيريال، يعني ايه شيدنج، يعني ايه تكستشرنج، يعني ايه يو في. كل الكلام ده هتعرفه في البرنامج هنا. بعد كده هندخل على اللايتنج. اللايتنج اللي هي اضاءة الاوبجكت نفسه، ازاي تعمل لايتنج، ازاي تستخدم ال 3 بوينت لايتنج، يعني ايه ال HDRI، ازاي تستخدمها في اضاءة الاوبجكت بتاعتك. بعد ما ندخل على اللايتنج هنطلع منها على الكاميرا، ازاي تقدر تفتح الكاميرا، تقدر تعمل مقاسات الكاميرا بحيث تطلع الاوتبوت بتاعتك بالمقاسات المطلوبة اللي بيطلبها العميل. تمام. بعد كده هندخل على الموديول نفسه، المحاضرة التعريفية اللي هتفصل بين الانترودكشن اللي هي للمبتدئين، وبعد كده للشغل اللي هو الانترميديت او البروفيشنال. بمجرد انتهائك من البيجنر توتوريال هندخل على طول على محاضرة او توتوريال وسط في الوسط الكورس هتعرفك ازاي بعد كده نبدأ في البروفيشنال ليفل، ازاي نضيف الاسيتس بتاعت المشروع بتاعنا، ازاي هنجيب الحاجات ديت، هنجيبها منين، هتعرف الاسس اللي بعد كده هتستخدمها في البروجكت عشان تبقى جاهز ليها على طول. بعد ما نخلص التوتوريال ديت هنبدأ نخش في البروجكتات بتاعتنا. هنعمل موديلنج الاول للبرودكتس اللي في المشروع، بعد كده هندخل على الماتيريال بتاعتها، هنعمل ماتيريال للبرودكت نفسه، الماتيريالز اللي هي بتتراوح من الخشب والازاز والستيل وكل شيء. وبعد كده ناخد البرودكت ده نضيف عليه التكستشر بتاع البرودكت نفسه، لو كان عليه تايتل، لو كان عليه اسم، لو كان عليه رسمة، لو كان عليه اي شيء. بعد كده هناخده نحطه في السين بتاعنا ونبدأ نعمل ماجيكال سين، اللي هو سين ما يقدرش حتى برودكت فوتوغرافر يعمله. تمام. هنحطه في البرودكت في السين بتاعنا. هنعرف ازاي نضيف العناصر اللي في السين، زي ما انت شايف هتلاقي فيه سحاب، هتلاقي فيه اسيتس موجوده بالماتيريالز بتاعتها، نعرف ازاي نضيفها. هنقدر نضيف الاضاءه بتاعته بشكل واضح. هنخرج السين بشكل رائع جدا. ان شاء الله يحوز اعجابكم. تابعوا معايا الكورس للاخر، واوعدكم انكم هتقدروا تطلعوا شغل ممتاز وفي اسرع وقت ممكن.